طيب خلونا نكمل القصة حقت فصل سنة أولى وفصل سنة تانية. قلنا إنه فصل سنة أولى فيه بس خانتين عشان الناس يقعدوا فيها. ممكن يكون في طالب واحد، يعني ممكن يكون في إلكترون واحد أو ممكن يكون في إلكترونين. ولو كان في إلكترونين، الإلكترونين ديل أو الطالبين ديل الاتنين حيكون عندهم نفس الطاقة. طيب وعندنا المستوى الأول ده فيه n بتساوي 1، يعني عدد الكم الرئيسي n دي بتتجري عدد الكم الرئيسي. عدد الكم الرئيسي له بيساوي 1، وبنسميه مستوى الطاقة الأول أو المدار الأول أو الفلك الأول، أو ممكن برضو أسميه الغلاف، كي يسموه غلاف. طيب بعد كده تاني جينا في فصل سنة تانية. الحاجة اللي حنلاحظها في فصل سنة تانية إنه الطاقة بتاعتهم أكتر من الطاقة بتاعت الناس الموجودين في فصل سنة أولى. طيب عشان كده هم أصلا عندهم فصل برام أو عندهم مستوى طاقة برام، لأن هم طاقتهم أعلى. طيب بعد كده الناس اللي في سنة تانية ذاتهم أول حاجة لما جو يقعدوا في أماكنهم قعدوا لي أول حاجة الاتنين القدام، تمام؟ عشان شنو؟ عشان من الباب المسافة لهم أقرب. بعد ما ديل قعدوا أخدوا أماكنهم قاموا جونا وحدين تانيين 3 قعدوا وراهم. طيب القعدوا بورا ديل أصلا قعدوا ورا ليه؟ لأنهم هم أطول، الطول بتاعهم أعلى. يعني شنو؟ ممكن نقول إنه طاقتهم الورا ديلة طاقتهم أعلى من طاقة الناس اللي قاعدين قدام. طيب حنعدل فيها حاجة بسيطة. طيب ديل ال3 طلبة اللي قاعدين ورا ديل بعد ما قعدوا وأخدوا أماكنهم وأي حاجة بقت تمام، قاموا تاني جوني 3 طلبة. ال3 طلبة ديل جو متأخرين. الناس ديل اتأخروا ليه؟ لأنهم هم ما مهتمين بالقراية. قاموا مشوا جابوا لهم أدراج تاني وخدتوها، قعدوا زي كده وقال إنهم ما عايزين يركزوا في الحصة. قالوا إحنا حنقعد بالمقلوب، قعدوا في الاتجاه بالعكس، يعني كده مقبلين عكس. طيب معناه شنو؟ معناه إحنا عندنا الإلكترونات لما نجي نوزعها حتملى لي أول المكان ده، بعده المكان ده والمكان ده، حتى بعد ذاك إذا في إلكترونات إضافية أقوم تاني أجيبها هنا في الحتات المتأخرة. تمام؟ دي الطريقة اللي أنا بملى بها الأماكن تحت الإلكترونات. وحاجة تاني إنه لو عندي إلكترونات حأملى أول حاجة الصفوف القدام، حتى بعد ما أملى الصفوف القدام حرجع تاني أملى الصفوف الورا. طيب بعد كده العلماء قالوا عدد الكم الرئيسي إنه ده 1 وإنه ده 2. أيوة بوصف لي حاجة معينة، لكن ما حيقدر يوصف لي إنه في مثلا مستوى الطاقة الثاني إنه أنا عندي ديل وديل. طيب لما أقول إنه ديل كلهم سوا عدد الكم بتاعهم 2، ما ينفع الكلام ده. يعني كده الكلام ده وصفه ما دقيق. ليه؟ لأنه القاعدين عندي قدام طاقتهم بسيطة مقارنة من القاعدين معي ورا. خلاص. لكن مثلا لما أجي أقول الموضوع ده في المدار الأول اللي هو n بتاعته تساوي 1، فهي حتوصف الإلكترونين الاتنين، حتوصفهم لي لأنهم الاتنين زي بعض. طيب قاموا قالوا شنو؟ قاموا قالوا نعمل لنا غير عدد الكم الرئيسي ده، غير عدد الكم الرئيسي ده هيعملوا عدد تاني يسموه عدد الكم الثانوي. طيب عدد الكم الثانوي ده يسموه لي بحروف. قالوا الأول حنسميه S. تمام؟ شايفين الأول اللي بياخد لي إلكترونين ده حنسميه S. خلاص. هنا عندي في المستوى الطاقة الأول في بس المدار S. ليه؟ لأنه أنا عندي صف واحد من الطلبة، ما عندي صفين، هم كلهم في طول واحد أو كلهم في طاقة واحدة. أما لما نجي تاني لصف سنة تانية حنلقى إنه موجود عندي هنا وموجود عندي هنا. فالأول ده حسميه S. ليه؟ لأنه هو المدار العادي بتاعي ده اللي هو موجود فيه إلكترونين حسميه S زي ما سميت ده S. لكن بالنسبة للتاني حسميه P. تمام؟ يعني الصف الأول أي فصل بيكون فيه صفوف بتاع الطلبة، صح؟ يعني مثلا في الصف الأول صف تاني صف تالت كده. طيب قلنا إنه
الصف الأول من الطلبة ديل القاعدين قدام جنب الأستاذ ديل مثلا حسميهم اس. القاعدين أبعد شوية من الأستاذ القاعدين يعني ورا الطلبة القدام ديل حسميهم بي. طيب هل ممكن يكون عندي تاني مثلا صفوف تانية زي ديل؟ أيوة ممكن، لكن أنا معروف إنه عندي في مستوى الطاقة الأول موجود بس اس. تمام. في مستوى الطاقة الثاني موجود اس وبي، معناها أنا عندي في مستوى الطاقة الثاني 2 بس من الصفوف. الأول الترابيزة القدام اللي هي فيها طالبين، والترابيزة البيورة اللي هي ممكن تشيل لي 6 طلاب. هي ممكن تشيل 6، يعني في 6 كراسي، ممكن نقول كده في 6 كراسي، لكن ممكن يكون في الحقيقة عندي 3 طلاب، ممكن يكون عندي 4، ممكن يكون عندي 5، يعني ما بالضرورة كل الكراسي تكون مليانة، ممكن يكون في كراسي موجودة بس قاعدة احتياطي. طيب حاجة تانية، احنا قلنا مستوى الطاقة الأول موجود فيه مدار اس، عشان وصفنا يكون دقيق أكتر حنسميه 1 اس. 1 دي شنو؟ الواحد دي من هنا، يعني بتشير لي لعدد الكم الرئيسي. تمام. الواحد تشير لي لعدد الكم الرئيسي، والاس اللي هي عدد الكم الثانوي، او ممكن اسميه مستوى فرعي. اس ده بسميه شنو؟ مستوى فرعي. طيب اما بالنسبة هنا ل2 برضو نفس الحاجة، حسميها 2 اس، والتانية دي حسميها 2 بي. لازم يكون في رقم ويكون معاه في حرف. طيب هل ممكن مثلا الفصل يكون فيه يعني غير أكتر من كده؟ هل ممكن تاني يكون عندي هنا ترابيز يكون فيها طلاب طولهم طبعا حيكون أطول من ديل، عشان كده حيكونوا قاعدين وراهم؟ أيوة ممكن. إذا كان عندي تاني طلاب ورا ديل يعني أطول منهم. طيب قلنا إذا كان عندي وحدين تاني وراهم أطول منهم حسميهم دي. تمام، حيسموا بالحرف دي. وإذا تاني وراهم في واحدين كمان حسميهم شنو؟ حسميهم اف. تمام. يعني كده بقى عندي كم واحد؟ عندي اس وبي ودي واف. لكن خليكم مثبتين معي انه في مستوى الطاقة الاول موجود عندي بس مقعدين فيهم الكترونين بس. في مستوى الطاقة الثاني موجود عندي قدام في مقعدين اسمهم 2S فيهم مكانين فاضيين يعني، ووراهم طوالي في مقعدين اسمهم في 6 مقاعد اسمها 2B، وال2B دي ممكن تشيل لحد عدد 6 طلاب. دي حاجة ثابتة. لكن كل ما مستوى الطاقة بقى أكبر، مثلا مستوى الطاقة الثالث، مستوى الطاقة الرابع، مستوى الطاقة الخامس، كل ما كان يعني الطلاب الطوال ديل وراهم طلاب، وتاني وراهم طلاب. تمام. عشان كده ديل الدي والاف ديل بنحتاجهم مثلا من مستوى الطاقة الثالث لأنه حيكون كبير. لكن بالنسبة لمستوى الطاقة الأول ومستوى الطاقة الثاني هم زي كده زي ما شرحتهم لكم. طيب عندنا اس بسميه مستوى فرعي أول، بي بسميه مستوى فرعي تاني، دي بسميه مستوى فرعي ثالث، اف بسميه مستوى فرعي رابع. طيب والاس والبي والدي والاف بالنسبة للطاقات بتاعتهم، طبعا اس دي هم أكثر ناس قاعدين في اس، والأطول منهم شوية قاعدين في البي، والأطول منهم قاعدين في الدي، والأطول شديد قاعدين في الاف. معناه شنو؟ الاف أطول ناس، الاف أكتر ناس يعني عندهم قوة، أكتر ناس عندهم طاقة. تمام. يعني حنقول إنه اف هم أكتر ناس طاقة، وطبعا الباقين بيكون بالتدريج. يعني إذا اف أكتر زول عنده طاقة بعديه دي، بعديه بي، بعديه أكتر ناس يعني طاقتهم بسيطة هم الناس اللي قاعدين في اس اللي هم أكثر ناس. طيب أنا زي ما رسمت لكم مستوى الطاقة الأول ومستوى الطاقة الثاني، عايزة برضو أرسم لكم مستوى الطاقة الثالث عشان تشوفوا عامل كيف، لكن ده آخر واحد حرسمه. يعني حرسم بس أول 3، دي الأكتر حاجات انتوا مفروض تركزوا عليهم تكونوا حافظين بالضبط. يعني إنه مستوى الطاقة الأول فيه بس مقعدين، والمقعدين ديل هنا بسميهم 1S. تمام. ومستوى الطاقة الثاني فيه ترابيزتين قدام قريبين من الأستاذ، و6 ترابيز
ورا منهم شوية، بعيدين شوية من الأستاذ. طيب والقدام ده بسميه 2S والوراه بسميه 2P. طيب بالنسبة للثالث حيكون عامل كيف؟ طيب بالنسبة للثالث عدد الكم بتاعه الرئيسي حيكون بيساوي لي 3. تمام. طيب هما بيتشابهوا مع بعض، يعني أول حاجة حيكون عندي مقعدين هنا، وحيكون موجود لي عندهم إلكترونين بس. تمام. طبعا ده احنا بنسميه منه، بنسميه S. خلاص خليكم عارفين معي انه اللي بيكون فيه مقعدين ديل اسمه S. طيب يلا S ده هاخد الرقم اللي معاه كم؟ هاخد 3 من هنا، هشيلها اخدها هنا زي ما كنا بنعمل هنا، بنشيل الاثنين ناخدها هنا، زي ما كنا بنعمل هنا بنشيل الواحد بنخده هنا. طيب بعد رسمنا ده هنرسم واحد تاني اللي هو كده، اللي هو فيه دي أول 3 إلكترونات. أول حاجة هنخد ديل، تمام، الجوني بدري، الناس الجات بدري أول. بعد كده بعد الجو بدري ديل حيكون تاني وحدين عاكسين اتجاههم، جو متأخرين. طيب المستوى الفرعي ده حسميه شنو؟ حسميه P، لكن الرقم 3P. تمام. طيب بعديه تاني حيكون عندي مستوى فرعي وراهم، يعني ديل ما زي مستوى الطاقة التاني بس فيه الطلاب اللي قاعدين قدام شديد والطلاب اللي وراهم بس، لكن هنا عندي الطلاب اللي قاعدين قدام شديد والطلاب اللي وراهم، وتاني ورا ديل في واحدين أطول منهم. طيب في البعديهم في البداية احنا حنرسم عندنا 5 طرابيز، 5. تمام. ديل حيكونوا واقفين عادي يعني. تمام. بعد كده حنرسم تاني 5 طرابيز تانية، بس الفرق شنو؟ انه هنا الطلاب التانيين دول حيكونوا قاعدين بالمعكوس، يعني ديل زي الطلاب اللي اتأخروا قدامهم قاعدين بالعكس كده. 5 مقبلين عادي و5 مقبلين بالعكس. كده بقى عندي كم إلكترون؟ بقى عندي 10 إلكترونات. طيب نحن قلنا ده حنسميه P، اللي وراهم طوالي حنسميهم D، وحنخد الرقم 3. تمام. طيب ده كده بالنسبة لمستوى الطاقة الثالث أو المدار الثالث بيكون بالشكل ده. طيب احنا اتكلمنا قلنا انه انا عندي S وعندي P وعندي D وعندي الF. طيب في مستوى الطاقة الأول عندي بس S زي ما شرحناه، في مستوى الطاقة الثاني عندي S وعندي P. تمام. وفي مستوى الطاقة الثالث زي ما شرحناه هنا عندي S وعندي P وعندي D. طيب شنو بالنسبة للF؟ بالنسبة للF في المستويات الثانية الأكبر من 3، لكن إحنا لحد مستوى الطاقة الثالث الF لسه إحنا ما داخل معنا. وزي ما عارفين إنه اللي حيكونوا في الF ده اللي حيكونوا الطلبة اللي طولهم أطول، لأنهم حيكونوا يعني قاعدين ورا ديل طوالي. تمام. والطلبة اللي حيكون طولهم أكتر ده هم الطلبة اللي حيكون طاقتهم أعلى. تمام. يعني إذا جينا نرتب على حسب الطاقة حنلقى إنه S هو الأقل طاقة. تمام. P أعلى منه شوية. تمام. الدي أعلى من البي بشوية. الF ده هو أقوى واحد فيهم من ناحية الطاقة بتاعته.